في آخر الممر كان فيه كرسي صغير بيلف لوحده، وفوقيه دمية محشوة عينيها مقلوعة، وعلى الحيط مكتوب بالدم: عادوا وهم غاضبون. استدرت ببطء ولقيت 3 أطفال وشوشهم ميتة وعيونهم فاضية بيشاوروا ورايا. ولما بصيت كان في شخص طويل قوي، راسه مكسورة كأن رقبته مخلوعة، ولابس قناع ملاهي مشقوق، وقال بصوت ما كانش صوت بني آدم: اتدفنوا هنا، بس انت خبطت الباب. أهلا بيكم في قصة جديدة من مذكرات قاتل. أنا إسلام مدحت، ويلا بينا نبدأ الانترو ونكمل مع بعض الحكاية المرعبة دي. أنا الظل اللي بيكتب بالدم، وكل سطر فيا بينتهي بجرم. لو فتحت دفتر أقفل النور، دي مذكرات قاتل ما فيهاش رجوع. دي مذكرات قاتل ما فيهاش رجوع. في أقصى شمال بلد النيل، حيث يختلط صمت الحقول برائحة الطين والرطوبة، تقبع أطلال مدينة الأحلام. ملاهٍ كانت يوماً تضج بضحكات الأطفال وصدى الألعاب الموسيقية، قبل أن تغلق فجأة منذ أكثر من 30 عاماً إثر حادثة غامضة لم يكشف عنها الكثير. الناس هنا لا يتحدثون عنها، كأنهم يخشون أن تستيقظ بمجرد ذكر اسمها، لكنني لم أكن مثلهم. اسمي عمر رفاعي، صحفي تحقيقات، أهوى اقتفاء أثر الحكايات المنسية والملفات المغلقة. وصلت إلى مطوبس بعد أن وردني بلاغ غريب عبر البريد الإلكتروني، كان نصه قصيراً ومقلقاً: أطفال يختفون، المدينة لم تمت، إذا كنت تجرؤ تعال لترى بنفسك. وصلت عصراً، قرية صغيرة تغط في سبات زمني، شوارعها ترابية ومنازلها الطوبية تحدق إليك كأنها تعرف ما جئت من أجله. لم يكن من الصعب إيجاد موقع الملاهي رغم أنه لا أحد دلني مباشرة. كانوا يتحاشون نظراتي، بعضهم أغلق بابه وآخرون تمتموا: ارحل قبل المغيب، المدينة تكره الغرباء. وقفت أمام البوابة الحديدية، كانت مغلقة بسلسلة صادئة لكنها مهشمة من طرفها، الريح تحركها ببطء، مطلقة صوتا يشبه أنينا بشريا خافتا. على اللوحة المهترئة أعلى البوابة ما زال يمكن قراءة الاسم بصعوبة: مدينة الأحلام، الأحلام التي تحولت كوابيس. دفعت الباب ودخلت. الصمت ثقيل، الأرض مغطاة بأوراق الشجر اليابسة، وبعض الألعاب تقف كأنها تنتظر أحداً ما. العجلة الدوارة كانت هناك، عملاقة مائلة قليلاً، تتأرجح ببطء رغم سكون الهواء. وخلفها يظهر بيت الرعب، بوابة على هيئة جمجمة، وفمها المفتوح كأنه يدعوك للدخول أو يبتلعك حياً. أخرجت الكاميرا وبدأت التصوير. كلما تقدمت خطوة كان الهواء يبرد أكثر، وكأنني أدخل عالماً مغلقاً يخضع لقوانين الطبيعة. لاحظت شيئاً غريباً على الأرض: أثر أقدام صغيرة جداً، ربما لطفل، طازجة تدخل عميقاً إلى الداخل، لكن لم تكن هناك آثار خروج. تبعته بصمت. خطواتي كانت تثير صدى غريب، كأن المكان يتنفس معي. وصلت إلى ساحة الألعاب القديمة، وفجأة صدح صوت موسيقى ملاهٍ باهتة من مكان ما، رغم أن كل شيء كان ميتاً. تجمدت، ثم سمعت شيئاً آخر: ضحكة طفل، خفيفة متقطعة لكن قريبة. هل يوجد أحد هنا؟ صرخت. لم يرد أحد، لكن شيئاً ما مر بجانبي بسرعة، كنسمة باردة تحمل معها رائحة العطن والموت. ركضت ناحية بيت الرعب.
كل شيء داخله مظلم، لكن الأثر يدخل هناك. أشعلت المصباح اليدوي وخطوت بداخله. الهواء هنا مختلف، كأنك غاصت في ماء ثقيل. على الجدران رسومات أطفال، بعضها باهت وبعضها حديث بشكل مريب. رسم لطفل يبكي أمام العجلة الدوارة، وآخر يمسك بيد ظل أسود طويل لا ملامح له. في نهاية الممر باب خشبي مغلق، دفعته فصر صريرا طويلا وانفتح. وهناك في قلب الغرفة كان هناك كرسي دوار صغير يدور وحده ببطء، وفوقه دمية محشوة مقلوعة العينين، وعبارة مكتوبة على الحائط بدم باهت: عادوا وهم غاضبون. تراجعت خطوة إلى الوراء. كانت الدمية ما تزال تدور ببطء وبثبات غريب، كأنها مشدودة إلى إيقاع خفي لا أستطيع سماعه. فوقها العبارة على الجدار بدت وكأنها تنزف من جديد، كأن الدم لم يجف يوما. شددت قبضتي على المصباح ورحت ألتفت حولي، لكن شيئا ما تغير. الممر الذي دخلت منه لم يكن موجودا، لا أبواب، لا فتحات، لا حتى نوافذ. مجرد غرفة ضيقة، جدرانها تقطر عرقا، ورائحتها كأنها قبر فتح للتو. الهواء ثقيل، ينبض كأن له قلبا. كلما تنفست شعرت أن هناك من يزفر معي، يشاركني الهواء بل ويسرقه. وفجأة صرخة حادة كأن طفلا قد بترت قدمه، ثم سكون تام. تقدمت نحو الدمية. لم يكن هناك شيء مميز، مجرد لعبة محشوة بالقطن، لكنها دافئة أكثر من اللازم. وضعت يدي عليها، فإذا بالعجلة الدوارة في الخارج تبدأ بالدوران بسرعة مفاجئة، وارتجف المبنى بكامله. من هناك؟ صرخت، ثم رأيتهم في الزاوية 3 أطفال، وجوههم شاحبة بلا تعبير، وعيونهم ساكنة كأنهم دمى مكسورة. لم ينطقوا، لم يصرخوا، فقط أشاروا خلفي. استدرت. كان هناك شخص طويل، نحيل أكثر من اللازم، رأسه منخفض كأن عنقه مكسور، ووجهه مغطى بقناع ملاهي مشقوق. لم يتحرك، لكنه كان يراقب. ثم تكلم بصوت لا يشبه البشر: لقد دفنوا هنا، لكنك طرقت الباب. شعرت أن الأرض تنهار تحتي. أردت الركض، الصراخ، أي شيء، لكن جسدي لم يتحرك. حاولت أن أرفع المصباح، اختفى من يدي. كان كل شيء يسحب مني ببطء. ثم خطف النور، غرق كل شيء في الظلام، وسمعت ضحكات الأطفال تدور كأنها تسجيل مشوش، ثم صوت السلاسل تجر على الأرض، ثم هدأت الأصوات. استيقظت على الأرض. كنت مستلقيا خارج بوابة الملاهي. السماء رمادية، الشمس لم تشرق بعد، وعلى صدري كانت الدمية نفسها، العينان مخلوعتان والقطن يخرج من فمها. نهضت ببطء، أتلفت حولي، لا أحد. الكاميرا مكسورة والهاتف مطفى. فتحت دفتر الملاحظات في جيبي، فوجدت صفحة جديدة لم أكتبها: خرجت لكنك لم تغادر، سننتظرك حين تنسى. أغلقت الدفتر بارتباك وركضت مبتعدا عن المكان. طوال الطريق لم ألتفت، لم أتنفس بعمق، فقط ركضت. وصلت إلى القرية منهكا، فوجدتها كما تركتها، لكنها هادئة أكثر من اللازم. لم يكن هناك أحد في الشوارع، ولا صوت أبواق، ولا حتى نباح كلاب. اقتربت من أحد المنازل وطرقت الباب، لا رد. فتحت فوجدته خاليا، كل المنازل خالية. قرأت لافتة خشبية على جدار قديم، لم أنتبه لها من قبل، كانت مطموسة بالتراب. مسحتها بيدي فظهرت الكلمات: من يقترب من الأحلام ينام إلى الأبد. وقبل أن أستوعب المعنى سمعت من خلفي
صوت خطوات صغيرة وضحكة طفل مألوفة. دي كانت قصتي مع مدينة الأحلام، أو يمكن أقول كوابيس الأحلام. لو وصلت لحد هنا فأنت واحد من الناس اللي بتحب الغموض والرعب الحقيقي، وده معناه إنك مختلف وزيي. ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة لو عجبتك القصة علشان يوصلك كل جديد. وسؤال الحلقة ليكم: لو كنت مكاني وسمعت ضحكة طفل من جوه بيت الرعب، هتدخل ولا هتجري؟ اكتبولي في الكومنتات وخلينا نشوف أنهي قلب أقوى. واكتبولي رأيكم في القصة دي، إيه أكتر مشهد شدك؟ وإيه تتمنوا تشوفوه في القصة الجاية؟ شكرا ليكم من القلب، واستنوني في قصة جديدة يمكن تكون عنك أو عن اللي جنبك.